بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الفيديو ده يا جماعة مهم جدا وإن شاء الله الكل يستفاد منه. هنتكلم عن مواصفات فرد حمام كسبان كويس جدا، ومش كسبان بس بجناحه، لا ده كسبان تجمع، وغير كده كمان إن هو أصلا مسؤول عن أبطال كتير جدا. مسؤول عن فرد حمام كسبان 3 مرات اول، ومسؤول برضو على طيرة كسبانة كتير، ومسؤول على ذكر حمام كسبان 16 مرة من ضمنهم 3 اول. قبل بس ما نتكلم عن مواصفاته لازم يعني نحيي اللي فرخ الذكر الحمام ده. الذكر الحمام ده يا جماعة فرخ الابطال البحيرة، الابطال العربي والحداد. العربي والحداد طبعا يعني غنيين عن التعريف. عشان ندي للناس ده حقها، او اي حد يعني بيبذل مجهود او بيجيب دماء كويسه نجحت في مصر وبيدي الناس منها، مش هي يعني مش هنكفيه حقه في فيديو 2 و3. وان شاء الله برضو هنعمل مع حضراتكم عن قريب لقاءات مع ناس شهيره جدا، وناس ادت بصمه للهوايه وفادت الناس باذن الله. ذكر الحمام ده كسبان بجناحه. مواصفاته زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. ده يا جماعه الجناح، رغم ان في حمام جناحه بيكسب غير ده، بس احنا هنخلينا في النظريه عملي ونظري. هنوري لحضراتكم الحمام اللي كسبان بجناحه ومشكله وبس، عائلات كسبان. هقول لكم برضه تقسيط الذكر ده دلوقتي. الذكر الحمام اهو، العشر الاول زي العشر الثاني زي ما حضراتكم شايفين، بس عشان بس نوصل للناس وجهه نظرنا في الحمام لما اتكلمنا عن مواصفات الحمام ازاي. الدماء يا جماعه هي اهم حاجه، الدماء هي اهم حاجه. دي جناح الفرد الحمام، دي نقطه. الجناح قوي جدا يا جماعه، جناح الفرد ده قوي جدا. الجناح نفسه تحس ان السوسته في جناحه شديده جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو. هل كل الحمام جناحه شديد كده اللي بيكسب؟ لا برضه، بس احنا هنخلينا ايه في، احنا مش موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده نوري لحضراتكم الفرد اللي كسبان بجناحه، وان عياله ما فيش ولا ابن او بنت اللي ما كسبش مكاسب كويس. العين بتاعته، انا واحد من الناس ما بقتنعش بالعين، بس كل عين كسبت يا جماعه. ده عين ملح، عشان بس الناس اللي بتقعد تقول لك عين دي عين ملح، يعني عشان الناس تقعد تقول لك العين والعين ده طبعا نظريا انا بحترم وجهه نظر كل الناس، بس انا ما بقتنعش بالعين لان كل العيون كسبت. دور وشوف اشهر حمام في العالم واشهر نتائج هتلاقي كسب. الحاجه بقى اللي عايز الفت نظر الجميع ليها، ركز معايا في النقطه دي. فرد الحمام تحس ان فيه اهتزاز كده وانت ماسكه. فرد الحمام في ارتعاش جامد جدا في جسمه كله، خاصة في العضلة اللي تحت. ولو حطيت صوابعك كده عند عضلة صدر الفرد الحمام كده بتحس ان صوابعك بتلعب بيانو. فرد الحمام في ذبذبات كده بيعملها بيخلي صوابعك تتحرك. الكتلة العضلية يا جماعة مهمة جدا في الحمام الزاجل. الكتلة العضلية اللي هي الجنبين دول بين العظميتين، كتلة عضلية مهمة جدا يا جماعة. ده زي الفرد الحمام اللي بيعرض القوة الجسمانية بتاعته. لا ممكن فرد الحمام في سباق الهواء في وش الحمام، لو فرد اي كلام هيضيع مهما كانت دماغه، مع احترامي لكل الناس برضه. الفرد القوي بيعدي لو الاجواء صعبه بيعديها. شوف الفرد الحمام اللي ماسكه، والفرد الحمام بيترعش فيه ذبذبات كده من العضلات زي ما انتم شايفين. قوه العضله مهمه جدا يا جماعه. الظهر زي ما حضراتكم شايفين، الظهر زي ما انتم شايفين قوه. الدلع على ريشه واحده طبعا دي حاجه معروفه. فرد الحمام مش على بعض، قاعد انت ماسكه بص هنا ويبص هنا ويبص هنا، مش على بعض. دي برضو حاجه يعني لفتت نظري. قوه الجناح يا جماعه، قوه الحمام يعني جناح الحمام مهمه جدا برضو في تقليب الطير. صدر فرد الحمام. طيب حجم فرد الحمام مهم؟ طبعا مهم. كل ما يكون فرد الحمام حجمه متوسط، لو كبير قوي ولا صغير قوي، ده برضه بينفعك وبيساعدك. على فكره الفرد الحمام ده اولاده كسبانين قبلي وكسبانين بحري. دي اجمل حاجه في الطير النهارده، ان هو يكسب معاك في كل الاجواء، بينفعك بقى في النقاط وكلام من ده. احنا كنا بنخطأ في السنوات ال10 الاخيره
في اختيارنا للحمام السريع. الحمام السريع ده يا جماعه عايزك تسابق بحري بس. اما الابلي والنقاط المشتركه بكل امانه، رغم ان في تحفظات وفي سلبيات في النقاط المشتركه، وهنتكلم مع حضراتكم بكل جراءه زي ما قلت لكم عن سلبيات النقاط المشتركه واخطائها، بس النقاط المشتركه يا جماعه مهمه جدا، لازم ندعمها لان هي بتفرز الحمام. في ناس كتير جدا مثلا ما عندهاش وقت، عندها حكم شغلها ما فيش وقت للسباق، فبتبقى محتاجه النقاط المشتركه، فلازم ندعم النقاط المشتركه، ولازم يعني ننتقدها برضه بس انتقاد بناء. الناس بقى اللي اتكلمت قبل كده ان لازم الدال ده يبقى مقصوع، طبعا ده مش شرط، مش شرط. اعلى حمام كسب يا جماعه انا مسكته ما فيش فيه نقطه دي، مش معنى كده الفرد اللي يقصع وحش، لا حلو برضه، بس مش تقييمك مثلا لفرد الحمام انت ماسكه كده الفرد الحمام ما قصعش معاك يبقى هو وحش، لا دي نظريه برضه خاطئه. فعايزك يعني تحط مقولة المرحوم محمد فتحي البقلي في دماغك، فرد الحمام الزاجل الكويس اعرفه منين؟ من سلة السباق. الفرد ده عامل نتائج كويس، مورث نتائج حمام عمل نتائج كويسة، ده نحترمه واضربه تعظيم سلام. التأصيلة ده يا جماعة يعني مهمة جدا عشان النسب. انا ليا حد حبيبي كان عنده فرد حمام بيسابق ما هوش فاكر هو ابن ايه، عنده الاهالي بس هو ما عادش فاكر هو ابن ايه، فهو حطه في اهم باب ستوك لما عمل نتائج كويس، قال لي ده مش فاكر تأصيلته بس انا احترمه، فخلي بالكم من الحته دي. طيب الفرد الحمام ده تأصيلته ايه؟ لان الدماء برضه مهمه. فرد الحمام ده يا جماعه فرخ الابطال العرب والحداد ابطال البحيره وحبايبنا. الذكر ده ابوه فرخ البطل احمد عزت، ابوه فرخ البطل احمد عزت، ابوه فلون في سبرنت في الديكلاك 613، فلون في سبرنت في ديكلاك 613. طبعا الفلون في السبرنت ده باب ال 180، الديكلاك 613 يعني حدث ولا حرج بقى، يعني مصنع ابطال. طيب والام ده الاب، الام فرخ الخارج الابطال العرب والحداد جابوها من بره. الطيره دي كانت شهيره جدا للناس اللي متابعه حمام وفاهمه حمام. الطيره ده يا جماعه نيو روسي في 003، نيو روسي في 003. طبعا باب يعني في ناس ممكن يكون عندها الباب ده ما عملش حاجه، دور انت جايب من مين. الباب ده يا جماعه باب ممتاز جدا وحقق يعني ال 003 دي يعني الاولمبيات حمام يعني ما شاء الله لغايه النهارده بيكسب واحنا متابعين. يبقى الدكر اللي كسب ده لو انت عايز تعمل تركيبه كويسه، ابوه فلوم في سبرنت في ديكلاك 613 فرخ البطل احمد عزت. تحياتي للبطل احمد عزت برضه، راجل من اصحاب اللمسات في الحام الزاجل، يعني ما فيش النهارده لفت ناجح مش هيخلى من فرخ البطل احمد عزت. والام فرخ الخارج نيو روسي في 003 هورمان كوستر. يعني ده الذكر الحمام يا جماعه كسبان تجمع وكسبان افرع وكسبان كتير جدا وبجناحه وليه مسؤول عن ابطال كتير جدا. ده مواصفات يا جماعه الفرد الكسبان. هنعمل لحضراتكم برضو حمام كسبان فيديو الحمام كسبان تاني ممكن يختلف حاجات بسيطه، بس هنتكلم بقى مع حضراتكم في الفيديو الجاي على الاسرار الخفيه اللي بتلاقيها في الحمام الكسبان. انتظرونا ان شاء الله. لو اول مره بتشوفنا ومش مشترك في القناه تشترك وتشرفنا، ولو عجبك الفيديو لايك وريت مشاركه عشان غيرك يستفاد، وما تنساش تصلي على النبي. وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.